السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. انا اخوكم دكتور عمر صبري، للي لسه ما يعرفنيش طالب في كلية الطب. بحاول اجاوب على بعض الاسئلة اللي ممكن تكون شاغلة بالكم الفترة دي، وبما ان ده يعتبر اول فيديو لينا في رمضان، فكل سنة وانتم طيبين وبألف خير، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. الفترة دي معظم المدرسين بتحاول تخلص المناهج، وفي منهم فعلا اللي خلصت. فانت لو لسه مخلصتش او بتاخد مع مدرس لسه مخلصش، فما تقلقش، لسه معاك وقت. بس اكيد زي ما كلنا عارفين انك كل ما تخلص بدري هيكون احسن وافضل. ده لان هيكون معاك وقت اكبر انك تراجع، وقت اكبر انك تحل. طب انت لو بتاخد مع مدرس لسه ما خلصش، او انت حتى لو بتذاكر مع نفسك وبتاخد اونلاين، والمدرس اللي انت بتاخد معاه لسه ما خلصش، فده يعتبر مشكلة؟ لا، ما يعتبرش بالمشكلة الكبيرة، بس زي ما قلت لك كل ما تخلص اكبر هيكون افضل واحسن، لانك هيكون معاك وقت اكبر انك تراجع وتحل اكتر. طب انت المفروض تخلص امتى؟ والله ده بيعتمد على المدرس اللي انت بتاخد معاه. في مدرسين بتحب تخلص بسرعة وتراجع براحتها عشان تحل اكتر، وتراجع براحتها اكتر من مرة، وده ممكن يجي على حساب الحل والامتحانات في الشرح في معظم الأوقات. وعلى العكس برضو في مدرسين بتحب تاخد راحتها في الشرح وتحل براحتها وقت الشرح، وده ممكن يخليها تتأخر شوية في إنها تخلص المنهج. وطبعا بيكون عامل حسابه وحاطط خطة، هو هيخلص امتى، وهيبدأ مراجعة امتى، وهيحل ازاي، وهيمشي في الفترة دي ازاي. ده طبعا لو مدرس خبرة وعارف وفاهم هو بيعمل ايه بالظبط. طبعا اكيد في بالك سؤال دلوقتي، احنا المفروض نكون مخلصين امتى او نحل شوامل امتى؟ فتعالى اقولك المفروض تكون مخلص امتى، وامتى تبدأ تحل شوامل على المنهج كله. بص يا غالي، خلينا الاول في موضوع تخلص المنهج امتى، وامتى تبدأ مراجعة على المنهج كله، وممكن نبقى بعد كده نعمل فيديو على انك تراجع ازاي وتعمل ايه خلال الفترة الجاية. فتأكد انك عملت سبسكرايب للقناة عشان اول ما الفيديو ينزل تشوفه بإذن الله. نرجع لموضوعنا. انت المفروض تكون مخلص المنهج كله او مخلص كل المواد امتى كشرح؟ بداية من أول 4 كده لحد نص 4، في الفترة دي أنت المفروض تكون بتفنش كل المواد. يعني لو وصلت مثلا يوم 20، فيعني ها كويس ماشي، بس زي ما قلنا قبل كده كل ما تخلص بدري هيكون أفضل وأحسن. طب هتقولي أنا بادئ متأخر ومراكم حاجات كتير جدا، فهقولك الكلام ده للي بادئ كويس من أول السنة وماشي كويس لحد الفترة دي. حتى لو مراكم حاجات بسيطة يقدر يلمها خلال الفترة دي، فيعتبر الكلام ده ليه. انما انت لو بادئ متأخر او مراكم حاجات كتير، فان شاء الله هتقدر خلال الفترة دي. برضو حاول على قد ما تقدر تخلص بدري بدري. وكنا عملنا كذا فيديو برضو على القناة هنا على موضوع انك مراكم كتير وازاي خلال 7 ايام بس جدول تلم كل اللي متراكم عليك، فممكن ترجع تشوفه برضو. فانت لو بادئ متأخر فباشا ربنا يعينك، كمل. لو ماشي على جدول امشي عليه، ما تفقدش الامل، ما يوركش ان في ناس خلصت او في ناس بدأت تخلص. انت مالكش دعوة بحد، كمل وان شاء الله ربنا هيقدرك وهيعينك وتخلص، وان شاء الله هتلحق تحل وهترجع تلحق تراجع. لان لسه برضو لسه بدري، لسه اكتر من شهرين ونص تقريبا او 3 شهور. فتقدر بإذن الله. انت تابع بس اول باول خلال الفترة دي. وان شاء الله لو في عندك اي اسئلة او اي حاجة عندك الكومنتات، وان شاء الله هسيب لينكات السوشيال في ديسكريبشن، فبص بصة كده عليه. كده عرفنا المفروض تخلص امتى. فان شاء الله على نص 4 كده بالكتير تكون مخلص كل حاجة وبدأت تراجع كمان. طب لو فضل مادة مادتين ملحقتش تخلصهم او بادئ فيهم متأخر، يعني عادي يا ريس ولا يهمك، خلص المواد التانية وابدأ فيها مراجعة. والمادة أو المادتين دول وانت بتذاكر جديد منهم هتبدأ تراجع في القديم. وانت بتخلص في الجديد بتاع المادة أو المادتين دول هتجيب معاك حاجات أو دروس من القديم، بحيث لما تكون مخلص القديم وبتراجع في الجديد فده هيسهل عليك بعد ما تخلص. طب دلوقتي هتقولي أنا عاوز أحل شوامل. أبدأ أحل شوامل إمتى وأحل إزاي؟ وأحل على المنهج كله مرة واحدة ولا أحل كل فصل لوحده؟
فهقول لك انا كعمر شايف انك طالما ما خلصتش المنهج كله مراجعة فما تحلش على المنهج كله افضل. طبعا انت هتستغرب وهتقولي ليه، فهقول لك انا ليه. لانك هتكون لسه ما جمعتش افكار المنهج كله او كل المنهج في دماغك، فانت احتمال كبير لما تيجي تحل هتغلط اسئلة كتير جدا، وده ممكن يحبطك او يقلل ثقتك في نفسك، وده احنا بنحاول نبعد عن اي حاجة زي كده خلال الفترة دي. لانك الفترة دي محتاج انك تكون واثق في نفسك جدا وتكون معنوياتك عالية، فما تكونش لسه ما راجعتش جزئيات كتير وناسيها. ممكن اكيد في حاجات كتير انت ناسيها الفترة دي، وده طبيعي عادي جدا. ان شاء الله خلال فترة المراجعة هتقدر تحط ايدك على كل حاجة في المنهج، فما تقلقش خالص من الحتة دي. فانت افضل حاجة انك تبعد انك تحل شوية من على المنهج كله، وتبدأ في خلال فترة المراجعة انك تحل فصل بفصله. وكده كده كتب المراجعة اللي انت اشتريتها اكيد، لو لسه مش عارف كتب المراجعة كنا عملنا فيديو هرجع تشوفه برضو، هسيب لك كل اللينكات اتكلمنا عليها في الديسكريبشن، فاكيد بص بصة برضو. فانت كده كده كتب المراجعة اللي انت اشتريتها بيكون فيها متقسمة شوامل على الفصول وشوامل او امتحانات على على المنهج كامل. فانت وانت بتراجع هتحل على الفصول الاول لحد ما تخلص كل الفصول او كل الابواب، هتبدأ بقى تحل على المنهج كله كامتحانات بقى، هتبدأ بقى تتدرب على الامتحانات بعد ما تخلص مراجعة على المنهج كله. ده انا شايف كده صراحة، وده يعتبر افضل حاجة عشان تتجنب انك تغلط كتير. السؤال ده اتسأل كتير ومش عارف انتوا مستعجلين عليه يا شباب، لسه بدري على حوار الشوامل ده. في كذا حد سألني في الكومنتات بدأت شوامل امتى وتحل شوامل ازاي ومفروض نبدأ امتى، فقلنا نعمل فيديو ده يعني. فانت دلوقتي لسه طالما لسه مخلصتش مراجعة على المنهج كامل، ما تبدأش تحل امتحانات كاملة. ان شاء الله لما تخلص مراجعة على المنهج كله هيكون لسه معاك برضو وقت تحل امتحانات شاملة على المنهج كله. بس كده يا شباب، ده كان فيديو سريع كده، اتمنى تكونوا استفدتوا وربنا يوفقكم جميعا. ما تنساش طبعا تعمل لايك، لان ده بيساعد ان الفيديو ينتشر اكتر ويوصل لاكبر عدد وناس كتير يستفاد. وشير الفيديو ده مع صحابك، يمكن حد منهم برضو محتاجه، والدال على الخير كفاية يا شباب. وربنا يوفقكم جميعا. طبعا اي حد عنده اسئلة فيسيبها في الكومنتات وان شاء الله هرد عليه. وشاركونا برضو رايكم في الكومنتات، عاوزين الفيديو الجاي نتكلم عن ايه ان شاء الله. يلا يا شباب، سلام.